طبعا بتفهم انك بتستنى. يا ريس اديني فرصه بس عشان اديني فرصه. الناس في شهداء حضرتك في الهايد بارك دي ناس اتقتلت، واخد بال حضرتك في القناصه بتاع نظام مبارك. تصدق بالله انا قلت الهايد بارك دي امتى؟ والله العظيم والله ان رحت للمشير في مكتبه قلت له ارجوك دخل الادارات بتاعتك تشيل السيارات المحروقه واللي ولعت والبتاع وتنظف الميدان وتدهن البرادوره وتجدد الازاز بتاع المحلات اللي اتكسرت ونظف الميدان وخلي الناس قاعدين في النص ولنجعلها حديقه نظيفه للتعبير عن الراي. الناس اللي ماتوا ما هي يا فندم الناس اللي ماتوا مالهاش علاقه. نعيش وثيقه يعني سؤال هو احنا نعيش وثيقه الناس ماتوا ولا لا؟ وانا بدافع عن الوثيقه. امال ايه؟ انه اثناء سقوط الشهداء لما حضرتك قلت انا هوزع بونبوني وشوكولاته ما كانش اثناء سقوط الشهداء ده في الحاله دي ده دي الموقف ده اللي حصل فيه. قلت حضرتك هذا الكلام يبقى وصل غلط ده الموقف اللي انا قلته قدام الراجل في مكتبه. انا عايز افهم موضوع البورصه عشان ده لدرجه ان انا يهم قلت ناس له ايه كتير. استني وحقيقي عشان خاطري يتسني. اتفضل. لدرجه ان انا في وسط الكلام قلت له يا اخي يا سياده المشير نعمل زي الهايد بارك الناس ده احنا نحط العواميد اللي يتعلق عليها الاعتراضات ونعملها جنينه شيك جدا الناس تتعود انها تروح فيها. وفي الحاله دي اثناء وجودهم هناك يا ريت تودي من القوات المسلحه باكيتات للغدا الناس وعشاهم وبونبوني معاهم. والله العظيم ان هذا تم. دكتور علاء معلش لا اطلاقا قول اللي انت عايزه بقى انا قلت لك اللي عندي. دكتور علاء الفكره بس اتكلم من فضلك او عايزين امشي اطلاقا امشي فعلا يا دكتور لا اطلاقا دكتور علاء حضرتك لا مؤاخذه ده بامانه ده اللي حصل ده اللي حصل يا علاء حضرتك دي ثوره سقط فيها شهداء كثيرين جدا وبالتالي كان المتوقع من رئيس وزراء مصر حتى ولو كنت انا اعتقد زي ما قال الاستاذ حمدي ان حضرتك كان المفروض تستقيل كان المتوقع من رئيس وزراء مصر هو ان يهتم بمحاسبه من قتل الشهداء اكثر بكثير من اهتمامه بتقديم بونبوني وشوكولاته يا فندم او تقديمه يا فندم كوني قاعد الناس في منطقه نظيفه ده غلط. لا الاول نشوف اللي قتلهم يعني اولا اللي بيحقق دلوقتي يعني بقى لها شهر يا فندم اللي حصل فين التحقيق احنا عند النائب وروح قبله لم يحاكم ضابط واحد وتجاوزناها. انت بتقاوح في ايه؟ انا مش بقاوح ما علاقه دي ان انا اعيش في مزبله مش نظيفه. هي كانت المشكله مشكله نظافه يعني مشكله يا فندم على كله على التوازي. لا اسمح كله على التوازي. دكتور علاء من غير ما تزعل من كلمه دكتور علاء ما قاله الدكتور شفيق قاله ورد فعله عند الناس حاصل. طبعا وهو دلوقتي وضح وجهه نظره مره اخرى وهيفضل رد فعله عند الناس لغايه لما تحصل محاكمات عند الناس لمن قتلوا المصريين والقناصه بتوع وزاره الداخليه واخد بال حضرتك والناس اللي دهس. انت حضرتك شفت الفيديو بتاع العربيه المصفحه اللي بتدهس الناس؟ ايه رايك كرئيس وزراء مصر؟ دبلوماسيه كمان واخد بالك ايه رايك في الناس اللي اتقتلت وايه رايك ان في 1200 واحد عينهم راحت؟ بقول لك ايه انت ما تلبسش الوطنيه اكتر لا مني. انا ما بلبسش الوطنيه. لا انا حاربت وقتلت وعملت كل حاجه. انا ما بلبسش الوطنيه. ما مش عايزين لبس شغل. استنى بس ما تنفعش تتكلم كده. يا علاء ما ينفعش تقول لي دستور. لا ما ينفعش يعني ارجو ان انت ما تلبسش. انا ليا خلفيه من ليا خلفيه تثبت وطنيتي. ما ينفعش تقول لي البس لوب وطنيه. ما ينفعش. اكيد انا مقدر ده حصل. ده غير اكيد انا مقدره. ده غير مقبول. لا 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 غير مقبول. ما ينفعش تقول لي البس دور وطنيه. انت مش هتقول لي البس دور وطنيه وانت مش هتقول لي انا كمان. لا انا اقول لك المفروض تعمل ايه كرئيس وزراء. انا تاريخي يقول ورايا ايه. انا مصري ومن حقي ان انا اقول لك انا ورايا تاريخ. انا مواطن مصري. انت حر في تاريخك. انا بس المفروض عليك وعلى غيرك. واخد بالك انما انا بقول لحضرتك ما تقوليش البس دور وطنيه. انا بقول لك الناس ماتت. الناس طب عملت ايه للناس اللي ماتت؟ جري التحقيق. عملت ايه؟ جري التحقيق بقاله شهر. يا شهرين. لا ما ينفعش.
روح عند النائب العام شوف ما ينفعش. احنا بس اهم حاجه انت بتنام في بيتك، ما النائب العام ينفعش. ما لا بينامش انا ما بنامش في بيتك، انت اللي بتنام في يا بيتك. جماعه النائب العام ما بينامش انت اللي بتنام في بيتك. ممكن لا بس لا كل حاجه ليها لا 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 انا بس انا يعز عليا دكتور علاء كل حاجه ليها أرجوك. صوت. ما ينفعش تتكلم كده. لا خلاص انا يعز عليا جدا، انا يعز عليا جدا ما ان ينفعش جزء من تتكلم. الجزء اوعى الكبير تنسى انا ورايا التاريخ قبل ما انت انت تتولد. بص لا 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 المزايده على الوطنيه. دكتور علاء لو سمحت يا دكتور علاء ما ينفعش تقول لي البس هذا وطنيه، مرفوض. ده انت اللي مرفوض. يعني ايه عربية؟ ما انا عارف دكتور علاء لو سمحت هل ده معنى ذلك؟ ده مش بني هل ادم، ده يمنع؟ ده مش بني ادم. هو ماله البني ادم وماله لو ابنك اتداس بعربيه كنت هتقول كده؟ يا سيدي الفاضل واللي قاعد في لا لا الميدان ما لو تقولش اجراء البس وطنيه. الحماس لا 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 ازاي لا ده مش كده ولا حاجه. دكتور علاء، لا ده دكتور مش علاء، كده لو ولا يا حاجه دكتور خالص. يا دكتور شفيق انت اللي فاهم غلط. انت اللي فاهم غلط. كله كلام غلط. انت اللي كلامك غلط. دكتور علاء ارجوك عشان خاطري سفري كان في سؤال ما جاوبتش عليه بتاع